رمضان كريم عليكم يا أحلى متابعين. ربنا يجعل أيامنا وأيامكم في الشهر الكريم ده مليانة بركة وراحة ولمة حلوة حوالين السفرة. عزومتنا النهاردة عبارة عن مكرونة بالبشاميل كريمي جدا، حاجة كده سهلة وطعمها تحفة. خطواتها بسيطة بس النتيجة مضمونة. عملنا كمان البانيه المقرمش اللي أحلى وأطعم كتير من بتاع المطاعم. مش هقولك زي بتاع المطاعم لأنه أحلى وأنضف من بتاع المطاعم. وصفاتنا النهاردة سهلة وخطواتها بسيطة. خلوا مطبخكم يتملي بريحة الخير. جهزي المكونات وسيبي التفاصيل عليا خطوة بخطوة. عملنا كمان الحلو النهاردة، كان عبارة عن كنافة بالبلح، برضو طريقة سهلة وبسيطة وطعمها تحفة جدا. هنعملها سكرها مظبوط، هقولك ازاي تطلع مقرمشة تقعد معاكي يومين تلاتة ما يجرالهاش اي حاجة خالص، نفس الطعم ونفس القرمشة. بس اهم حاجة تكملي الفيديو للاخر، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والسبسكرايب تشجيعك ليا. ويلا نبدأ، وكل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وبخير. أول حاجة هنبدأ بالمكرونة البشاميل. أنا هعمل النهاردة تقريبا كيس ونص من المكرونة، يعني تقريبا 600 جرام من المكرونة. حطيت عليهم تقريبا معلقتين كبار زبدة اللي هي البيضة، ومكعبين اتنين زبدة صفرا. وانا بحب برضو اشوف في الصينية كمية المكرونة اللي هعملها علشان تطلع مظبوطة في الصينية. اول ما الزبده ساحت نزلت تقريبا بست معالق كبار مليانين من الدقيق علشان تبقى فيها صوص البشاميل كتير وجوسي كده وحلوه. يبقى دول اللي حطيتهم على بعض. هقلب بقى احمص شويه الدقيق في معلقتين الزبده. وكمان دول مكعبين مرق الدجاج حطيتهم في تقريبا كوباية مية سخنة بتغلي من الكتل علشان اسيحهم مكان الشوربة، عشان كان يوميها ما عنديش شوربة. بس مرقة الدجاج بتفرق جدا جدا في طعم البشاميل، وبحب برضو اسيحها كده في كوباية مية مش اكتر من كده. هقلبهم مع بعض كويس جدا وهسيبها تفك خالص في كوباية المية السخنة اللي بتغلي دي، عقبال ما الدقيق ياخد تحميصة حلوة كده مع السمنة علشان ما يبقاش الدقيق تقيل على المعدة. بس كده خلاص. هنزل، ما تحطوش برضو كتير، يعني تقريبا من 3 ل 5 دقايق مش اكتر من كده. هنزل بقى بلتر لبن وهقلبهم مع بعض كويس جدا، واللبن ساقع والبشاميل طبعا على النار. وحطيت كمان كوباية الشوربة اللي انا عاملاها بالماجي، وهقلب الكلام ده كله مع بعض. دي خلاص المية كانت غليت على النار، حطيت عليها معلقتين ملح كبار كده مليانين، ونزلت بكمية المكرونة علشان اسلق المكرونة. اول ما احطها في المية لازم اقلبها كده تقليبة كويسة، وبعدين اسيبها براحتها. ما بتاخدش، بيبقى مكتوب على الكيس تقريبا من 6 ل 7 دقايق، وما بتاخدش اكتر من كده. وحاولي ما تهريهاش في السلق خالص، سيبي فيها عضة كده علشان ما تحطيها في الفرن تطلع حلوة ومتماسكة، ما تطبقش منك المكرونة. بس كان خلاص. حطيت بقى اقلب كويس البشاميل، وكل شويه اقلبه عشان ما يكلكعش مني عقبال ما يغلي. حطيت له الفلفل الاسود، وحطيت له شويه ملح، ومعلقه قشطه كبيره كده مليانه. ما عندكيش قشطه، لو عندك كريمه لباني حطي، بس قشطه اللي بنشيلها من على وش اللبن دي بتبقى تحفه جدا. حطي معلقه كبيره كده مليانه. وكان في القشطه شويه كده لبن حطيتهم كمان، وقلبت برشة جوز الطيب ومهمة برضو جدا، وشوية جنزبيل، بس كان يوميها ما عنديش جنزبيل فانا ما حطيتش. دي اللحمة المفرومة اللي احنا معصجينها وسايبينها في الفريزر. طلعت على قد المكرونة، صينية المكرونة كده تقريبا كل حاجة ابتدت تجهز معايا. خلاص المكرونة خلاص وصلت للسوى اللي انا عاوزاه. البشاميل خلاص هيغلي خلاص. هحط بقى صفي المكرونة، والمكرونة ايا كانت نوع المكرونة، المكرونة ما بتتغسلش، بس هصفيها وهاخدها على طول احطها في نفس الحلة علشان هحط عليها شوية بشاميل، واغرقها فيها كده واقلبها تقلبتين قبل ما احطهم في الصينية. بس وهي سخنة وكله سخن، وفي الوقت ده انت محمية الفرن بتاعك علشان تدخليها سخن في سخن كده، وما تغيبش معاكي في الفرن، عشان كل ما هتغيب في الفرن هتنشف معاكي ومش هتبقى جوسي. بس حطيت شوية بشاميل تحت كده في قاع الصينية. هحط برضو شوية بشاميل كده في المكرونة، وهقلبها مع بعضها كويس. هنزل بقى بنص المكرونة تحت في اللي هي الطبقة الأولانية،
وافرشيها كويس كده وانت بتحطي المكرونه. بس كده ساوي. حاولي تقسمي المكرونه النص بالنص علشان ما يبقاش في الجزء اللي تحت اتخن من اللي فوق او العكس. وهنزل بقى بكميه المفروم، بتحبيه كتير بتحبيه شويه زي ما انت عايزه. هنزل بكميه المفروم اوزعها في الصينيه، وبعدين هنزل بالطبقه التانية للمكرونه اللي هي الطريقة التقليدية العادية لأي مكرونة. بس أنا حطيت في اللحظة دي شوية موتزاريلا، يعني أحط مع اللحمة المفرومة رشة موتزاريلا. وبس هي كنت نسيت حطيت شوية وافتكرت، فروحت رشة الموتزاريلا على نص المكرونة. أو انتي بقى افتكري وحطي رشة موتزاريلا حلوة كده على المفروم، وبعدين حطي الطبقة التانية. وسويه كويس، وسوي الصينية كويس بتاعتك. وبعدين هنحط بقيه البشاميل اللي معايا اللي فاضل عندي. سويت الصينيه كويس وغطيت كميه اللحمه اللي موجوده. هنزل ببقيه البشاميل وبرضه هسويها كويس. وكل ما البشاميل يبقى خفيف وكتير كل ما هتبقى جوسي وطريه معاكي. بس كده. وهحط بقى على الوش شويه موتزاريلا. ده ميكس جبن، موتزاريلا على شيدر. حطيت كويس حبة حلوين كده على الوش. وفي الوقت ده انا محمية الفرن على الفرن، بس مش قايده الشوايه. سبتها تقريبا اخدت تلت ساعه، وبكتير خالص نص ساعه، ما تعيدهاش اكتر من كده. ده البانيه تبلته ببصلايه كده، حطيتها في الهاند بلندر. بصلايه حلوه كبيره، حطيت معاها ملح وفلفل وجنزبيل ومعلقتين كبار كاتشب، وكمان شويه بابريكا. وحطيتهم مع الفراخ وتبلتهم. بس انا كنت متبله كميه كبيره من البانيه وحطها في الفريزر، فانا كنت مطلعاه عقبال ما افك، فعشان كده ما جبتش التتبيله معاكم. نزلت عليها ببيضتين قلبتهم كويس وهحطهم. دي خلطه انا بعملها بالكريسب اللي بنشتريه من عند العطار، والبقسماط والدقيق. بعمل الخلطه كده بقلبهم مع بعض، وبحط كيس كبير كده في الفريزر. اطلع حبه حبه اخد منهم على طول، بيبقى جاهزه عندي للبانيه. بتبل البانيه بطلعه احط عليه البيض بس. والخلطه دي انا ببقى مجهزاها بتاعه البقسماط، ببقى برضو حطاها عندي. اطلع احط فيها على طول، بتسهل عليا الموضوع. نزلت بقى اول ما خلصت سبتها ترتاح شويه، وبعدين نزلت بيها في الزيت. قالتها كان طعمه تحفه جدا. ونصيحه ليكم، البانيه خلوه يقعد في الفريزر يومين ولا حاجه علشان يقطم معاكي ويبقى طعمه حلو، ما يبقاش منسر وما انتش عارفه تاكليه. البانيه من الحاجات اللي لازم تقعد في الفريزر. نزلت بقى قليت البانيه وخلاص، كان كده المكرونه في الفرن. اول ما حطيت المكرونه في الفرن قليت البانيه. نعمل بقى الكنافه. الكنافه اسهل ما يمكن. ده نص كيلو من الكنافه. وكمان معايا البلح. واي نوع عايزه تحطي عجوه حطي، عايزه البلح بتاعنا التمر العادي اللي احنا بناكله في الفطار بتاعنا برضو حلو جدا، وطلع طري وطعمه حلو جدا. انا كل اللي عملته ان انا غسلته بس وفصصته. ودي شويه مكسرات عشان هعمل حته كده بالمكسرات، عشان في ما بيحبش اللي بالبلح. ودي كوبايه كبيره مليانه كده سمنه او زبده، تكون زبده كده سايحه طعمها حلو، من زبده من نوع نضيف علشان بتبان طعمها جدا في الكنافه. هاخد بقى افكك الكنافه من بعضها. ومش ضروري خالص ان انا اقطعها او احطها في الهاند بلندر او اخليها قطع صغيره. انا بس هفكها من بعضها. افكها من بعضها كويس. وهنزل عليها تقريبا بالكوبايه الكبيره كده من السمنه. ونص كيلو الكنافه بياخد كوبايه كبيره مليانه سمنه بس. وبرضه هغرق بقى الكنافه بكميه السمنه. ممكن تحط لها شويه زيت تقرمشها كده، والزيت بيخليها مقرمشه، بس نوع زيت نظيف. بس كلها كده خلاص اتشربت كل الكنافه بالزبده او بالسمنه اللي انت حطاها لها. هجيب بقى الصينيه، وبرده الصينيه هدهنها دهنه نظيفه كده برده بالسمنه. وخليكي سخيه وانت بتدهني الصينيه. هحط بقى نص الكنافه تحت، وبرده حاولي تقسمي النص بالنص عشان ما يبقاش النص اللي تحت اضخم من اللي فوق او العكس. هحط نص الكنافه تحت وهفردها كويس وهضغطها كويس، بس ما تضغطيش عليها قوي علشان ما تبقاش ناشفه معاكي قوي.
بس هحطها وهضغطها بايدي، ما ضغطتهاش بصينيه ولا اي حاجه، ضغطتها بايدي وعملت لها حرف برضو كده من الجناب. والبلح كنت غسلته وفصصته وهرصه جنب بعضه برضو في الكنافه. رصصته بقى كده هو جنب بعضه، وسبت بس حته صغيره علشان هحط فيها مكسرات عشان اللي ما بيحبش الكنافه بالبلح. بس كده هحط، وهرش برضو على على البلح شويه مكسرات صغيرين كده، برضو بيبقى طعمها حلو. ده الجزء اللي هعمله بالمكسرات. وهرش برضو على البلح شوية مكسرات، وهحط الطبقة التانية وهضغطها برضو كويس بإيدي مش بصينية. وفي الوقت ده أنا كنت محمية الفرن على درجة حرارة 200. بس أول ما هحط الكنافة هنزل درجة الحرارة 180 زي ما تكون بتسوي كيكة، علشان تفضل مقرمشة وناشفة معاكي. شربات الكنافة أنا مجهزاه كمية حلوة من قبل رمضان، بس أنا هقولك لو عايزة تعملي شربات لازم شربات الكنافة عشان تفضل مقرمشة معاكي لازم يكون شربات الكنافة تقيل. هتحطي كوبايتين سكر عليهم كوباية ونص مية، وعصرة ليمونة وشوية فانيليا على النار. أول ما تغلي سيبي له 10 دقايق بالظبط واقفلي عليه. هيكون كده الشربات تقيل معاكي ومظبوط جدا. حابة تحطي له معلقة عسل كلوكوز حطي، مش حابة براحتك. بس كده الكنافة جاهزة معايا وكان طعمها تحفة جدا. قعدت يومين وفضلت بنفس القرمشة وكان طعمها حلو قوي. جربوا الوصفات دي يا جماعة، وصفات سهلة بطعم وريحة زمان وما فيهاش أي افتكاسات أو أي اختراعات. وبكده سفرتنا تكون جاهزة وخلصت النهاردة. عملنا أحلى صينية مكرونة بالبشاميل، عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، كانت طعمها تحفة، كانت كريمي جدا. وعملنا كمان البانيه المقرمش اللي أحلى وأطعم وأنضف كتير من بتاع المحلات الجاهز. وعملنا طبق سلطة مع المخللات بتاعتنا. والحلو كان الكنافة بالبلح. ويا رب تكون الوصفات النهاردة عجبتكم، ويا رب تجربوها. ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من وصفاتنا. أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.